أنا من الناس اللي إذا قال لي أحد كلي تراب ما يسبن، لأنه أنا أصلا آكل تراب ومن عشاق تراب، بس بوريكم شلون طريقتي بأكله. يعني مو بس اللهم آخذ تراب وآكله، لا، أنا بس لي شغلتي إذا جيت آكل تراب. يعني مو بأي أرض، مو بأي وقت. مثلا الحين أمس كان في أمطار علينا، اليوم الأرض تعتبر رويانة، فشوف شلون الحين هذه الأرض كذا شوي يعني قاسية تمام من المطر. حفرت الحفرة هذه تقريبا طولة تدخل لمين كوعي كذا، لمين الكوع. طيب بعد ما دخلت أول شيء سويت هذه على جنب الطين علشان ما ينزل شيء من فوق ويدخل بالحفرة اللي باكل منها. طبعا بعد ما حفر ذراع آخر طبقة بس أطلعها هذه، بعدين هذه اللي راح ناكلها. حفرت إلى مين تقريبا وصلت لتراب نظيف، ريحته مرة حلوة، ريحة مطر. يلا من فضلك. أول شيء طبعا أنا استمتع، ترى المرة بوثقة يمكن يخف استمتاعي بسبب إني أصور، لكن بوريكم أول شيء تفردونه زي كذا زي كذا، أيوة نظيف صافي. أول شيء بحطه على لساني تنظيف للسان، يعني بحطه على لساني أقول كذا بلهاتي يعني المنطقة هذه اللي فوق لسان اللهات. بعدين هذه بخليها، يعني ما راح آكلها، اللي بعده راح تنوك زي كذا. الشعور كأنكم جالسين بمكان طعم ريحة الأتراب توصل لما آخر راسي. خلاص هذه تخلصنا منه، بعدين نرمي اللي حنا أكلناه هذا وناخذ جديد. بسم الله، هذه نطلع برا. بعدين هذه الوجبة، طبعا ما راح أكل كل الكمية هذه لأنها مضرة، بس أباخذ منها شوي أبخليه طقطق بأسناني. هذه أول لقمة، بس تراب يعتبر يعني المنطقة اللي نباها تراب اللي طبعا هذا من التحفير كله. المنطقة اللي نباها يعتبر تراب باه رقيق، يعني خفيف مرة، فعادي إني آخذ ثاني، مو مثل لما يصير تراب شلون أقول لكم، مو لما يصير تراب مرة تراب الحبة كبيرة أكتفي بلقمة واحدة، بس الحين أحتاج لقمة ثانية. أدري إنكم مستغربين، فيه لذة ما أقدر أوصفها، مرة بطل، كأنكم تشمون ريحة ربيع بس بوسط دماغكم، يعني الأجواء مرة بطلة. آخر لقمة، وعد آخر لقمة. الحمد لله الذي أطعمنا هذا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، بس شوي جهد خفيف وطلعنا الكمية المناسبة. ما أنصح أحد يجرب هالتجربة، يمكن أنا حالة استثنائية أو حالة فذة، بس أنا اللي أعرفه إنه يعني عائلتنا الأغلب عادي عندهم ياكلون تراب، ويمكن يكون في أحد قال إنه ممكن تكون هذه وحمة بالأم وتصيب الابن. وهذه جوائي الحلوة اللي أنا جالسة بها.
عادي لما أشوف نفود أشتهي تراب، فأنزل وأجلس بالنفود وآكل تراب بعدين أمشي. حد يضحك. عجب تقولون الحين زين كلي تراب. عادي والله ما بسبب. إذا قضيت أكلة تراب خلاص الحمد لله صحة وعافية. أحشي ثمي تراب بعدين أصير أسوف أسناني. مرة ممتاز لتبييض الأسنان هذه، عاد ما تضر. حطوا على جنب المغسلة واستخدموا تراب تسويف الأسنان، مرة ممتاز.